وقررنا نجرب بعض الأكلات بالجزائر. جوز ولوز، جولة من الأكل والحلويات الجزائرية. بقول لك هاي ألذ كبدة في كل الجزائر. تخيل الازدحام هذا كله عشان كبدة، تخيلوا. نبدأ بملك الكبدة. كبده بنينه بزاف، كل يوم كباب مجيلي. يستاهل هذا غاشي، يستاهل. تقعد ساعة تستنى عشان الكبدة. عندي ساعتين من لين هنايا. ورت على بابه، والبلاصه هذه معروفه شغل فيها البركه لهنايا، وكاع الناس تجي على برا ومرحبا باي واحد. له 40 سنة. المقله هذيك عمرها 40 سنه خويا، وعطاوه دراهم باش يبيعها قال لك ما باعهاش. يا جا الكنزاح مع كسنار. لا ارقم الدولة الفيزا، الفيزا تاع الكرش هذه. كبدة هاي الأشهر في الجزائر اللي شفته، ملك الكبدة هيك ملقب. بسم الله. بهارات. واو، ملك الكبدة، ملك رهيبة. وبعديها ملك اللوبيا. ملك اللوبيا ممكن صحن اللوبيا؟ واللوبيا عندهم معناها فاصوليا. ملك اللوبيا يعني فاصوليا الجزائري. 56 سنة هو ببيع فقط لوبيا، فاصوليا. فتح بعد التحرير بسنة. وبعديها جربنا هذه مربع. البيتزا الشعبية بالجزائر، بيتزا مربعة. مش بإيطاليا، هاي البيتزا في الجزائر طلعوا كيف مربعة. قول لهم تعمك الزيت ويرمي عليكم الياسمين. هاي البيتزا الشعبية في الجزائر. بسم الله. واو، كم تأمرنا على هاي؟ تعاون الخير. ادعي لي في صلاتك بس. من 24 سنه وانا هلا. الله يبارك. 24 سنة وانت لابس بدلة. صاحب المحل هون و24 سنة وهو لابس بدلة، بيجي كل يوم متأنق أحسن لبس. نفس الصورة الشخصية وهو لابس بدلة. هاي 1975 صورته. كلاسيك وحاجه قديمه عمرها ما تموت. الحج محمد الزين. وهذا عمي محمد، اسمع 40 سنة في البيتزا، هاوليك أقدم واحد في البيتزا عمي محمد. وي كم تمثلوا في العمر؟ 50. ايه 50، هذه 50 في 1990. اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الجزائر، بالإضافة إلى الأمازيغية، وتستخدم الفرنسية على نطاق واسع. احنا ولينا نقولها بيتزا لا كوبول. والله خير من عندي. براك. هاي سخونه ما شاء الله. هاي فيش جبنه، فيها بطاطس وشويه لحم. هاي اسمها بوراك، ميزة تبع تركيا بالجبنة. هاي داخلها بطاطا في كل مكان هيك، مخدومة في المنزل، معمولة بالمنزل يعني. بسم الله. هذا ساوندويتش فيه بطاطس. واو، بوراك أفضل بوراك في العاصمة الجزائر. ورحنا نجرب الحلويات بالجزائر. خيامة ماما. خيامة ماما زي بيت يعني. حي القصبة العتيق، وأنا بنت القصبة. خيامة ماما حب يقول ما عندها مطبخ أمي. الحلويات هادو تقليدية محضة، تما ما درنا فيها حتى تعديلات، وكلش مخدوم في البيت وعلى الطريقة التقليدية. هذه بقلاوة، جوز ولوز. السوريين يديروا عجينة الفيلو، لاباط فيلو. حنا نديروا عجينة عادية تقليد كلاسيك، لاباط كلاسيك. عندك مقروط العسل، كل وحده ألذ من الثانيه، كل وحده والنوع تاعها. كيما النساء، كاين السمراء وكاين البيضاء وكاين هذه هي الحلويات. مطبخ متواضع ويعطيك الصوره الاصليه للمطبخ تاع القصبه. نعمل لك لاتاي، وماشي تاع الصحراء، لاتاي عاصمي خفيف باش تاكل معاه الحلويات المعسله. تاع الصحراء يجي ثقيل، يجي ملقم بزاف. حنا لا حنا نطيبوا لاتاي عادي. مثلا يا اخي العرب البقلاوه تاعنا افضل. بقول لك عندهم بقلاوة زينة. ما كانش اللي يطيحها هذه البقلاوه. افضل بقلاوه في العالم هذه. صح وليدي. اوكي هاي تفوز على البقلاوة في سوريا. هاي هذا هو مسقط راسي في القصبة. كان الحلم ديالي نفتح مشروع صغير نحيي به التراث ونحيي السياحة في القصبة. طلع عيني سيبو. كثير ذكية، كثير ذكية الحمد لله. مع الأتاي مطبخها المتواضع، صينية البساطة، عشان الزقة هاي كثير ضيقة فكانوا يستخدموا الحمير. ولازم نجرب بعديها قلب اللوز، اسمها عنا حلا الهريسة. اوكي، هاي قلب اللوز الأشهر، في داخلها عسل، عشان هيك راح تلاقي نحل حوالين المنطقة هاي. هي اجت من الشام، هاي شامية. هون اجوا عدلوا عليها، اضافوا شوية اشياء ويسمها هون قلب اللوز.
قلب الأسد، دقيق، سكر، عسل، لوز. يا إلهي، بقول لك هي تاكلها وانسى كل شيء، خلاص هاي كمل يومك. ها قلب اللوز العاصميه في الشرق الجزائري نقولوا لها الهريسه ولا البسبوسه. احنا نسميها هريسة عندنا. هذه في رمضان تلقاها فوق الطاوله فوقها 2 نحلات. بسم الله. سلم عليك معلش. شكرا من القلب، شكرا يا اخي. رهيب جدا. راك راح تهبل تتخلخل. بقول لي راح تنهبل لما تيجي على الجزائر. ترحيب، كل واحد تمر بالشارع مرحبا بيك مرحبا بيك في الجزائر. تحية فلسطين. غير دوكا ذكرت فلسطين غير الحميرة والله العظيم هكذا من عند ربي. دوك يزيد من كل شيء ما يقول لك فلسطين. بعد الحلا هاي هي الشواب الجزائر اللي هي مشاوي عنا. واو. في أكلة أول مرة بسمع فيها. هذا الخبز اسمه كسرة. وهذه الحفرة في رايك تاعها؟ هسه الحفرة ايش راح يجي فيها؟ هذه يحطوا فيها الكنز. اي والله. يجيبها لك كيما كاس العالم. ايوه صح، جائزة. هاي هي الزفيطي. فيعملوا هذا الستايل تاع خيمة مثل ما كانوا في الماضي ياكلوها. واو، توميتوز سبايسي حارة. هي معروفة انها حارة بزاف. لذيذ يا اخي. اوكي. هذه لوحة فنية يقولوا. شخشوخة. يلا كيف تاكل؟ كيف تاكل؟ طلعوا كيف. تاكلها باللحم. بسم الله. وأخيرا الأكل البحري بالجزائر في مدينة تبازة. سمك البحر الأبيض لذيذ. طلع كيف اللون، اصلا لون اصلي بتحسه. اي شوف كيف لذيذة هكا وبنينة. هذه المفروض تهدى هدية اللي تجرب أقدم مشروبات جزائرية وأقواها. هاي في كل طاولة بشوفها، في كل طاولة محطوطة هاي. خازوزة البيضاء. مشروبات غازية. ما في KFC، ما في ماكدونالدز، تعرف ستاربكس. ما تفهموناش بالغلط، لكن أكلنا لذيذ، ما يحتاجوش هذوك البراندات. وهيك كانت العاصمة بالجزائر، ولسه هاي البلد القارة فيها الكثير لنكتشفه مع بعض.